صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحركة اختي فيها بركة، وصباح الرياضة، وصباح اختي الجو الغزال. واخا اختي باقيين في الحرارة شي شوية، ولكن معليش اختي كلشي يهون. المهم اختي نوضي تحركي ليا، ونوضي اختي عرقي، ونوضي جدبي ليا شي شوية وحركي ليا العضلات. يلا اختي ندوزو عاوتاني نصليو على النبي العظيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين. وندوزو اختي من بعد ما جدبنا ومن بعد ما عرقنا ودوشنا تماما الخير، ندوزو اختي نوجدو فطيرنا. ايوا هذا ما كان. المهم اختي درنا تما واحد الطريف ديال الكامونبير، ودرنا واحد الخياره، وواحد جوج ديال لي بانكيك. هاد بانكيك باش مصاوب ميسون، هذا بالشعير. الشعير ايوا فين اختي الوصفه؟ ايوا الوصفه اختي مشات بصراحه ديجا شاركتها معكم، وما نشاركها، بغيتو نشاركها معكم عاوتاني نشاركها معكم، ما عنديش المشكل ناهي ناهي ناهي. ايوا اختي هادشي اللي كاين صافي. بالنسبه لهاد الوصفه راه بيضه وحده درت مسلوقه، درت طريف تما هذاك فيه 15 غرام ديال الكامونبير، 4 الزيتونات، وخياره وحده، وواحد جوج بانكيكات راه غير صغار هذوك ما كبينيش بزاف. بالنسبه الشوكولا عندي 95%. صافي درت واحد شويه وفطرت اختي نتوما موالي الخير. الحليب عندي حليب، خذوا اللوز ديال الكوك، خذوا ديال لي سون لاكتوز سون غلوتين اللي كيتباع حتى هو راه كاين في بيم، كاين داك الموف ديال الجوده. ما بغيتوش ديروا اتاي، المهم تيبقى داكشي اختياري. هنا شنو غندير معكم، شنو غديري؟ غنديروا سان سيباستيان اللي كتوجد في الدقيقه 90. الا بغيتوا تفطروا بها فطروا بها، ما عندكمش المشكل، كتجي رائعه وفنه. فرضيه هذه كلها غير انت بوحدك فرضيه. هنا اختي عندي بيضه، وعندي الجبن. شئنا جبن راكم شفتوا راه هو. انا هذاك اللي كنستخدم لانه زوين، ما فيهش مواد حافظه بزاف. يعني بالنسبه انتم ملي كتقراو المكونات ديالو داك الشيء قليلين، فيه شي 3 ولا 4. اما اللي كتشوفوا فيه ليسته ديال المكونات هذوك عطيه اتساع صافي. المحسن، المحفظ، المعطر، هذه المسمم. ايوا وانتي غادا هذاك عطيوه اتساع، ها اللاكطوز، ها ما عرفت شنو، ها هو شنو. فهذا كيبقى مناسب مهما كان. صافي اختي هنا شنو درت؟ قلنا بيضه وحده، المهم شويه قبيصه د الملح، غير شيشه ما ديال السكر اللي ديروا التحليه اللي كديروا، ومعلقه ديال النشا، وواحد بيرلي او معلقه كبيره بومبي ديال هذاك الفرماج. راه هو شتوه ولا اي فرماج عندكم، المهم طري، يكون طري، يكون بحال الجبن، فهمتوا؟ معلقه كبيره. صافي كتخلطوا كلشي، ديروا شويه فانيلا عندكم سون سكر، اللي عندكم شويه ديال فاني. اللي ما بغاش يدير فاني ما يديرهاش، اللي بغى يدير شويه ديال القشور الحامض يديرو. المهم نتوما نسمو باش بغيتو. انا درت غير شويه ديال الفريز او شويه التوت او الميرتيل، المهم ديروا اللي يعجبكم فوق منها. هذه تحليه ديال ماشي الدقيقه 90، لا هذه جيم اوفر. صافي هذه صافي في البلاصه كديريها في البلاصه كطيب. صافي غتدخليها للفران واحد على 160، دغيا كطيب، ما كديرش 10 دقائق الفران سخون، 10 دقائق. صافي اختي كولي ليا مع راساتك وحلي، او باش تولي صافي. دهنت انايا بشويه ديال نيت، عندي واحد بحالكم بحال الصراحه بلا ما هي نورمالمون كيديروا فوق منها هذاك السكر كلاصي ياك باش كيجي بيض. واللي بغى يدير فوق منها شي شويه ديال الكوك يرشها يكون احسن. شويه ديال الكوك رشيها، اولا ديروا دبس التمر اولا دبس الرمان اولا بلاش كاع. والمهم كتجي واحد التحليه اللي زوينه سان سيباستيان، كتجي في الدقيقه 90، كتاكلوها واعره فنه. وهذا الشيء اللي كاين اختي. غير هي واحد القضيه، المهم هذه بالنسبه لك انت فطري بها مع كويس ديال القهوه، الله يجعل البركه. جمعي وطوي انه فيها البيض، فيها كل شيء فهمتي. بالنسبه لصحاب الكيتو لا، هذه ممنوعه. بالنسبه لصحاب اللوكارب فعادي اختي دخليها في نظامك، ولكن هذه انا بالنسبه لي انا هذه فطرت بها، ما درتهاش في نفس النهار. انا كنت درتها جوج هاد الوجبات، درت هذيك الكيكه راه بارطاجيتو معكم، ودرت هذه اختي انا هذه فطرت بها، ولكن كتكلو رائعه. وكوليها سخونه، بغيتي تبرعي كوليها سخونه مع كويس ديال القهوه ويا سلام. ما بغيتيش سخونه، بغيتي مثلا هذا ديريها في الثلاجه برديها
صافي وقسميها اختي وديريها هذا قسميها وديريها عندك في الثلاجه، كل مره كلي منها طريف، حطيها في الفطور زيديها طريف زيديها ما عندكش المشكل، اولا كليها مور الغدا الا كنتي كتبغي شي حاجه باش تحلي بها مور الغدا. وصافي هذا الشيء اللي كاين. اما زعما راها خفيفه بالنسبه لصحاب السكر النوع الثاني ياخذوها. بالنسبه لصحاب التشحم الكبد ما يديروش مثلا الجبن، ويديروا سميتو هذا يديروا البيرلي. بيرلي راه مزيان اليوم، لانه بيرلي راه تقريبا بحال اليوغورت اليوناني، فهمتوني. وبالنسبه للتشحم الكبد راه مزيان ليهم هذا البيرلي، يوغورت يوناني. البيض مزيان ليهم. المهم انا شاركت معكم هذيك الوصفه اللي من الهيرة ديجا شاركتها معكم. ودابا بالنسبه لي انا هاد سان سيباستيان حتى هي شاركتها معكم كتجي رائعه. بالنسبه للفريز اللي ما كيبغاش الفريز يدير التوت قلناها، ديروا الخوخ، ديروا بغيتو ديروا شويه ديال التفاح، المهم ديروا اللي يعجبكم ديروه وصافي. بالنسبه لي انا اختي كانت رائعه، افطرت بها زدت مع كويس ديال القهوه، كانت روعه 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 والله العظيم لا غزاله. باقا ان شاء الله غنديرها لكم بطرق اخرى ان شاء الله. بالنسبه لديك الكيك هذيك ديجا شاركت مع هذيك كيتو. اما بالنسبه لهاد سان سيباستيان اللي من هنا لانه فيها النشا، والنشا راكم عارفينو ديال الذره ممنوع على صحاب الكيتو وصحاب المرضى السكري النوع الثاني. هذا تكون ساندويتش زوين هذا 18 جايبين هذا حتى هو. هانتوما صحاب الترافيسو شحال ها هو هذا زوين هذا شفتو. شوفوا هذا تبارك قداش هاد 28 درهم تقريبا. وهذا اللي قلت لكم بيسكا، هذا بيسكا ب 24 درهم. ديالو لا هذا ما زوينش، هذا فيه النخيل والسكر، واخا فيه القمح ولكن لا هذا ما زوينش. ايوا هادشي اللي كاين اللي بان ليا. المهم شوفوا هادو اللي بغا ياخذهم عامره بدون سكر هاد شفتيهم المسلي كيعجبو المسلي. ها هو ما فيش السكر 20 درهم هذا. ايوا المهم نتمنى انني نكون فتكم بالنسبه للناس اللي كتحير تاخذ شي حاجه اللي هي صحيه او ريجيم او نظام صحي من مثلا من متاجر او من بيم او من اي بلاصه. المهم انا كنشارك معكم غير ديك الاقتراحات اللي هي مفيده ومزيانه، ولكن دائما شوفوا اللور ديال هذا، شوفوا يعني المكونات وداك الشيء شوفوهم دائما. فانتبهوا دائما، انتبهوا لذاك اللي كيكون مثلا زيوت مهدرجه، كيكون بحال زيت النخيل هذاك خطير بزاف. وبالنسبه للسكريات كيكون بعض المرات كيكون دوك السكريات هذا المصنعه منها بحال داك السكرالوز، هذاك راه خطير، داك كيسبب الله يستر اصابه بالسرطان. وهذا المهم دائما انتبهوا انتبهوا والله العظيم الا كيكونوا دوك الخطيرين خطيرين. لانه بعض المنتوجات او بعض هذا اللي كيكونوا دائما قرايهم غتلقاي الا لقيتي داك السكر بحال دابا السكرالوز، سبارتام، داك النيوتام. وبالنسبه لهذا كاين شي بعض المنتجات اللي كتكون فيهم كاع السكر كتلقى هذيك اوز. غير تشوفي ديك اوز في السكر المصنع بعدي منه، طيب اتساع داك ما تاخديش صافي ما تناقشيش في هذه. وبالنسبه لهذا الزيوت غير تشوفي الزيت النخيل هذيك فيها زيت النخيل حتى يعطيها باتساع. وانتبهوا حتى دوك البسكويات داكشي اللي كتشريو للدراري حتى هما اختي ماشي غير هما، حتى هما هذوك انتبهوا ليهم. بالله عرفتي هذا السكر هذا اش كيدير؟ راه قال لك يمكن ان يضر الحمض النووي وكيتسبب في تلف بطانه ديال الامعاء، الله يستر مما يؤدي الى تسرب الامعاء. والله والله يحفظ اختي هذا الشيء راه ولا خطير والله العظيم، لا ولا خطير. انسان اختي انا هذاك السكر انا تا السكر داك تيقول لك لا بني ولا ولا الابيض ولا هذاك الشيء اختي انا عطيته باتساع من زمان الزماني الحمد لله. اللهم لك الحمد، كانت عندي قناعه وفعلا اللهم لك الحمد يا اختي التزمت
التزمت انا السكر ما تندخلوش لداري الا ما جاو دارنا خايب داكشي اختي كيبغيو يشربوا براسهم مشغول ما عييت ما نهضر، فداكشي كيبقى كل حريته الشخصيه. المهم اختي صافي غسلت معكم هذاك الحوت دوك السريدنات صافي وقديته وداكشي. المهم غادي تشوفوا كلشي بالتفصيل. وهنا عندي واحد شويه د الرجله هي اللي غنرافقها ان شاء الله مع الحوت. صافي شديت ديك الرجله راكم عارفينها، درت لها غسله وغادي نقطعها وغادي ندير لها العطريه ديالها. نتوما غادي تشوفوا المراحل كلها. كنتمنى اختي دائما نكون كنفيدكم. بالنسبه للرجله انا راه هضرت عليها قبل وهضرت لكم على الفوائد ديالها كلها، وقلت لكم اش كدير رجله وشنو راه شنقول لكم. راه الاوميغا 3 اللي في هاد الرجله هذه فيها الحديد، مضادات الاكسده، الخوت. راه كاينه اشياء اللي هي رخيصه بسيطه جدا، بسيطه وحنا مثلا للاسف ما تندخلوهاش في نظامنا الصحي وما كناكلوهاش. راه غير شتي غير ماكلتنا المغربيه راه غنيه بالخضار، غنيه بالشليضات. غير الطويبله حنا مبليين بالشليضات، كنحطوها فليفله مطيشه، ها زعيليكه، ها خيزو مشرمل، ها مثلا دنيجلات، ها مثلا سميتو فليفله غير مشويه هكاك اولا هذا تما تتقليها في الفران ولا في الاير فراير، ماشي مشروط انك تقليها في الزيوتات. دنيجيلات حتى هما في الفران، بطيطه حتى هي مشرمله، بطيطه حلوه مشرمله. خاصني ندير معكم واحد البطيطه مشرمله غير بوحدها بلا لحم بدون لحوم، كتجي يا الخوت. دابا تفكرتها غنديرها معكم قريبا ان شاء الله. طاطا الحلوه مشرمله غنصاوبها معكم، كتجي رائعه جدا صدقوني، كتجي رائعه والله. دابا كنهضر معكم وتفكرتها. المهم قلت لكم الخوت، فالحمد لله. يعني مطبخنا المغربي غني كله مفيد. هاد المريقه اللي كنصاوبوها ديال الكوكوط مفيده. وخلنا كنديروها في كوكوط وداك الشيء، ولكن الصراحه هي الطويجين اذا بغيتي تعبري الطاجين اختي. اختي الطاجين كيجي رائع. ولكن مهم كتبقى بانه كنديروا الخضيره، كنديروا المريقه. ديك المريقه كنستافدوا منها لان فيها الخضر طلقات، خصوصا الا كانت شي خضيرات زوينين بحال القريعات كي قلنا، القريعه كورجيت، خرشوف، السلاويه، سميتو الشيفلور، البروكلي، لوبيا كريني، شنو اخر، بطاطا حلوه، بطاطا قصبيه هي رائعه واخا فيها شويه ديال لي غاز. ولكن كتبقى شهيوه اختي. بحال عاوتاني الطويجين ديال القيم تا هو خصنا نديرو معكم ان شاء الله. طويجين ديال القيم نتوما موالين الخير. اختي وخلاص وعطى الله. الطواجينات ديال البصله والزبيب، وبصله عاوتاني بمسلاله وهذا. يا اختي هذا الشيء كيجيو الملوخيه نتوما موالين الخير. اختي زيدوني الطواجنات يا سلام. والله اختي لا الطواجنات الى صحيين وانقاص الوزن، ما تقوليش ليا انقاص الوزن. وخصوصا ديري الزيت لحد في القد يجي داك الشيء واقف، ما تكثريش اختي الزيوتات، وديري داك الشيء على حقه وطريقه. كتحطي لك اختي داك الشيء هو هذاك، عارفه راسك اش كتاكلي، عارفه الزيت اللي غتدخلي الجسم ديالك، عارفه كل شيء هو هذاك. هانتوما اختي بالنسبه اختي الرجله درت اختي هانتي شوفي ما كنديرش الماء بزاف. علاش؟ لانه مطيشه والبصله كيطلقوا المرقه، فكديري غير شويه ديال الماء غير هكاك احتياط وصافي. المهم اختي درت تما مطيشه، درت بصيله، ودرت اختي هذا شويه البزار، شويه ديال الملحه والفلفله حمراء. ما كنديروش الكمون حنايا في الرجله، هذا الشيء اللي كاين. الكمون ما كنديروش، وكتجي من ألد ما يكون. ودرتها معكم واحد النوبه اخرى، درتها معكم بالعديسه الا عقلتوا، درتها بالعدس. المهم دابا انا درتها غير بوحده صافي. هنا اختي غندوز نصاوب ليا واحد 4 ديال الحوتات ثم مول الخير. غندير ليهم ثومه، درت لهم غير ثومه هكاك بودر، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الملحه، وصافي. وغادي نديرهم يتشوف في الفران. عندي تما 4 ديال السريدينات. تبارك الله. هاد بالنسبه لهاد الغديوه كلها مضادات الاكسده والفيتامينات اختي. بالنسبه للرجله فيها الفيتامين سي وفيتامين او والمعادن اختي والكالسيوم والمغنيسيوم، وكتشمل اي عرفتي شنو. والمشكله انها قالك الفوائد ديالها الصحيه، كتقوي القلب وكتخفض الكوليسترول وكتقوي المناعه وكتحسن الهضم.
يعني الجهاز الهضمي، كتحسن تحسين الجهاز الهضم، وكتقوي يا اختي العظام، يعني كتحسن من هشاشة العظام، كتقوي العظام، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وكتعزز صحة الجلد والعينين حتى هما، ولحد من الالتهابات. يلاه هاد الرجله هادي حنا اللي حقرينا هادشي كله سبحان الله، في داك النبات ديال الله سبحانه وتعالى. يلا قالك تصحح القلب والأوعية الدموية، مكافحة السرطان، تعزيز المناعة، دعم صحة الجهاز الهضمي، تقوية العظام، صحة البشرة والعينين. ايوا هادشي كله في هاد الوجبة هادي. وعاد زيدي عاوتاني يا اختي، اري لي هاد السريدنات شنو فيهم تا هما، شنو غناكلوا في هاد الغدا اليوم. بالنسبه للسردين حتى هو اختي قالك مفيد لاش؟ للصحه القلبيه. يا اختي القليب ديالنا كيحتوي على اوميغا 3، وكيخفض الكوليسترول الضار، وكيقوي العظام، لاحتوائه على الكالسيوم حتى هو، والفيتامين دي. كما قالك كيدعم عاوتاني صحه الدماغ والعقل، كيعزز الجهاز المناعي، وكيساعد في انقاص الوزن نظرا لانخفاض السعرات الحراريه. شوفوا السعرات الحراريه ديالو راه قليله، وغناه بالبروتين، غني بالبروتين. وقال لك وكيحمي من بعض انواع السرطان حتى هو. الله يعني يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع امه محمد. وكيفيد البشره والشعر، وكيساعد في الوقايه من فقر الدم. وكاع بالنسبه لصحاب الغده عليكم بالسردين، ثم السردين. صحه القلب والاوعيه، تقويه العظام والاسنان، دعم صحه الدماغ، الوقايه من فقر الدم، تعزيز صحه الحمل، الحوامل. عليكم بالسردين. علاش؟ قال كيوفر الحديد واحماض اوميغا 3 والكولين الضروريه لنمو دماغ الطفل بصوره يعني صحيحه او صحيه. قالك دعم صحه البشره والشعر، مساعده في فقدان الوزن، حيت قلنا علاش؟ لانه قليل السعرات الحراريه، تقويه المناعه، الوقايه من بعض السرطانات. الله يسترنا ويستركم ويستر جميع امه محمد. المهم اختي، بالنسبه اختي لهاد الغديوه، راه ملي كديري السريدنات وكديري معاهم العديسه، اولا كديري السردين وكديري معاهم الرجله، اولا شويه البقوله، اولا شويه السلق، اولا شويه ديال الزيبينار. هاد الاشياء كلها مفيده لينا. راه يعني ما تستهنوش بها، والله العظيم ما تستهنوا. ماشي تقولي دايره غير رجله، الا دايره غير، لا اختي لا مالو، اولا دايره غير واحد شويه السردين وشويه الرجله، لا اختي دايره وجبه راكي دايره الخير والبركه ديال الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسده واوميغا 3 والحديد. وعرفتي شنو دايره خبله تبارك الله، دايره بوفي ديال الفيتامينات فراسكم. شي دابا هاد الرجلاوي بحال حاطه بوفي ديال قراعيد الفيتامينات، مال الدواء وطاب ديال الفيتامينات حطاهم. وغادي تجلسي وغتاكلي مع راساتك في دوك الفيتامينات، وغتنوضي اين مغنيسيوم واين حديد واين فيتامين سي واين مضادات الاكسده واين. فحدث ولا حرج، انا قلت لكم شنو كاين، ودخلوا البنات وتاكدوا. والمهم اختي، ها هي اختي كتخليها تشحر مزيان. طبعا شويه زيت العود عندك، وتنساو زيت العود والثومه. نسيت لكم الثومه حتى هي مقطعه عندك، وتنساو الثومه مقطعه. ايوا كتجي رائعه 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 رائعه. والشليضه ديالي راكم شفتوها. بالنسبه لصحاب الكيتو، هادشي كلشي مفيد الا الشليضه، حيدوا من التفاح وعيشوا اللحظه اختي. كل شيء عندكم داخل، هادشي كله داخل عندكم في النظام، ما كاين حتى شي حاجه الا التفاح فقط. فعيشوا لي اللحظه. عندكم ها 4 السريدنات اختي، الدهون الصحيه، وما كاين غير اوميغا 3 تما كتشير. ايوا اختي، والشليضه ها هي، والله العظيم الا بوفي قلت لكم ديال الفيتامينات. هو شتي بوفي ديال الفيتامينات. كولي وتبارك الله العظيم وشبعي، ما تاكليش الفيتامينات واحد 3 ايام من 4 ايام، غير ما تاخديش الفيتامينات. الا كنتي كتاخدي شي هذا الفيتامين دي ولا فيتامين، ولا كتاخدي المغنيسيوم، ولا كتاخدي واحد 3 ايام جلسي بلا ما تاخدي حتى شي حاجه، هذه تبارك الله كافيه ووافيه. ايوا اختي، هذا جهدي عليكم، واختي هذا الشيء رانا بزاف هذا الشيء. ايوا المهم اختي، الله يعطيكم غير صحيحتكم اختي، وتاكلوا وتشربوا بالصحيحه وبالسلامه. ها انتم راه حاطه لا خبز لا يديك لا يخليك والو، بارك غير هذاك الشيء راه مشبع. السردين فيه البروتين، فيه الدهون الصحيه، مشبع. يعني غادي تاكلي وغتقهمي. ولا وصلتوا معايا لهنا، تنساونيش من الدعم ومن البارطاج ومن الاشتراك في القناه اختي. اشتركوا. دمتم في رعايه الله وحفظه.
مع السلامه.